تنضم إلينا من الرباط مراسلة الغد إكرام الأزرق، ومن الدار البيضاء فدوى المرابطي مراسلة الغد، ومن القاهرة محمد نشأت، ومن بغداد مصطفى القطان، ومن الخليل رائد الشريف، ومن عجمان بالإمارات العربية المتحدة عبد الله الزعبي. أبدأ معك رائد من الخليل، كيف هي الأجواء؟ كيف يتابع أهالي الخليل وأهالي فلسطين هذه المباراة التي يلعب بها الفريق العربي المغربي؟ مباراة تحمل طابعا مختلفا بالنسبة للفلسطينيين، على وجه الخصوص الفلسطينيين الذين كانوا حاضرين بقوة في كأس العالم في قطر من خلال اللافتات وكذلك من خلال الأعلام. نحن نتواجد في نادي شباب الخليل في فلسطين، وذلك لمتابعة مباراة البرتغال المغرب التي تتقدم بهدف نظيف حتى هذه اللحظة. آمال وتطلعات الفلسطينيين أن تنتهي المباراة بفوز المغرب في هذه المباراة والتأهل من دور الثمانية إلى دور نصف النهائي. هذه في أجواء الآن نراها ونتابعها على الهواء مباشرة لهؤلاء الفلسطينيين. الحماس رائد، وكأنك في المغرب الآن، وكأن الجمهور كله مغربي، هكذا تبدو الصورة. يعني أكاد أسمع الصوت يارا، ولكن هذه أجواء اختلطت ما بين فلسطين والمغرب. يعني قبل قليل كنا نستمع إلى الهتافات الفلسطينية المغربية من خلال هؤلاء الجماهير الفلسطينية في الخليل الذين يتابعون بشغف هذه المباراة، وبالتالي رددوا أيضا هتافات وطنية. نتابع الآن. وكذلك نلاحظ أيضا العلم المغربي إلى جانب العلم الفلسطيني في تشجيع مستمر من قبل هذه الجماهير يارا التي تتمنى وكلها يعني آمال وتطلعات أن يتأهل المنتخب المغربي في ظل هذه الرجولة باللعب، وكذلك يعني متابعة ابقى معي رائد، سأتعرف على الأجواء في باقي العواصم العربية، ومعي فدوى من الدار البيضاء. فدوى، صفي لنا الأجواء لديك الآن. دقائق قليلة والمنتخب المغربي يتقدم حتى اللحظة بهدف مقابل لا شيء. بالفعل هي دقائق قليلة تفصل المنتخب المغربي عن الوصول إلى النصف النهائي وإلى المربع الذهبي. هي دقائق عصيبة على المغاربة، هناك الأعصاب مشدودة، وأعصابي أنا شخصيا مشدودة في هذه اللحظات. جميعنا فدوى، جميعنا إن شاء الله مربوحة. نعم، فدوى صراحة أترقب أن تنتهي هذه المباراة التي يتابعها المغاربة جميعهم يتمنون الفوز، يدعون الله ويتضرعون إليه أن تنتهي هذه المقابلة. لا نريد شيئا آخر أكثر من هدف نظيف، هدف الخلاص الذي سجله نجم المنتخب بنصيري، الهدف الذي كان بالروعة مما كان ومن أجمل الأهداف التي شاهدنا خلال هذا المونديال. دقائق قليلة تفصل المغاربة، تفصل الأفارقة، تفصل العرب عن تحقيق هذا الحلم الذي لم يعشه جيلي و يعني بتفاصيله. 86 كان تاريخا مميزا، تاريخا كرويا رياضيا مميزا بالنسبة للمغاربة، وهم يرون الأطلس يصلون أو يتجاوزون دور المجموعات، وها هم المغاربة اليوم يشهدون لحظات رياضية تاريخية كروية بصمها أسود الأطلس، بصمتها كتيبة وليد الركراكي، هذا المدرب الذي استطاع أن يعيد ثقة المغاربة في أسود الأطلس.
الأطلس استطاع نعم. أن يذهب بتركيبته وتشكيلته إلى أبعد حدود في هذا المونديال. المقابلة لم تنتهي بعد. الخصم ضعيف المباراة الند خاصة بعد دخول كريستيانو رونالدو، لكن لاحظنا تقدما ملحوظا لأسود الأطلس ووصولا في أكثر من مرة إلى شباك الخصم. نتمنى في هذه اللحظات العصيبة هدف الخلاص إن شاء الله. إن شاء الله فدوى سأنتقل إلى عواصم أخرى. أعتذر منك فدوى حتى أتمكن فقط من الحديث مع باقي المراسلين. أنتقل إلى بغداد. كيف هي الأجواء لديك مصطفى؟ كيف يتابع العراقيون هذه المباراة الحماسية؟ نعم يا رب، الحقيقة يتابع العراقيون هذه المباراة بحماس شديد، وكان المنتخب العراقي هو الذي يلعب في هذه المباراة وليس المنتخب المغربي، وبالتالي الفكرة واضحة بشكل كبير. المغرب هي الممثل العربي الوحيد في كأس العالم الذي حتى هذه اللحظة يحقق إنجاز ربما كبير غير مسبوق. هو الفريق العربي الأول الذي يصل إلى دور الربع النهائي، وإذا ما استمرت النتيجة وبعد 10 دقائق فقط يارا سيكون هو المنتخب العربي الوحيد الذي يصل إلى نصف النهائي، وبالتالي يحقق إنجاز غير مسبوق للعرب، وخصوصا من خلال هذا المنتخب الذي يتفاعل معه العراقيون مع كل تمريرة، مع كل خطوة يتخذها اللاعبون داخل أرض الملعب، ولكنها في الحقيقة خطوة للتاريخ مع كل هجمة يقوم بها المنتخب المغربي، وكذلك تصدي لخط الدفاع وحارس المغرب أيضا للهجمات التي تأتي من قبل المنتخب البرتغالي. حتى هذه اللحظات جميعنا ربما يصفق يتفاعل بشكل كبير. أسمع من الأصوات مصطفى. كان هناك بالفعل يرى، وبالتالي هم يتفاعلون بشكل كبير، يرون بأن هذا المنتخب حتى هذه اللحظة والذي بالفعل يقدم أداء مشرف وبطولي بالنسبة للمغرب وكذلك بالنسبة لكل العرب. قد يتمكن من الذهاب بعيدا وبالتالي تحقيق ما لم تتمكن الفرق العربية مكان كبير في الهواء الطلق، شاشات كبيرة. صف لنا أين أنت. هناك أعداد كبيرة جدا كما قلت فعلا، وكأنه وكأنك الآن أنت مراسلنا من المغرب وليس من بغداد. بالفعل يعني ربما هذه واحدة من شاشات عديدة قد نصبت في العاصمة العراقية بغداد. نحن نتواجد في إحدى المجمعات التجارية في قلب العاصمة العراقية بغداد، تتواجد أعداد كبيرة من الجماهير والمشجعين المؤازرين للمنتخب المغربي من العوائل وكذلك من الشباب الذين تواجدوا ربما قبل أن تبدأ المباراة بساعة كاملة أو ربما حتى ساعتين من أجل أن يحجزوا مكان لهم هنا ويشاهدوا هذه المباراة ويتفاعلون مع هذه المباراة بشكل حماسي كبير، وكأن منتخبهم الوطني هو الذي يلعب هذه المباراة. بالتأكيد هم يتفاعلون بشكل كبير ويتوقعون الأفضل بأن تنتهي وتمر هذه الدقائق القليلة المتبقية التي هي أقل من 9 دقائق، ويكون المنتخب المغربي هو المنتصر وهو الغالب في هذه المباراة وهذه المنازلة التي صعبة في الحقيقة أمام منتخب قوي مثل منتخب البرتغال، والذي حتى هذه اللحظة طبعا بحسب كثير من تحدثنا معهم بأن المنتخب المغربي يكاد يكون هو له اليد العليا وهو الأكثر سيطرة في الميدان والأكثر ثباتا، وربما حتى وضع المنتخب البرتغالي في الكثير من طبعا من الهجمات التي المنتخب البرتغالي، وبالتالي الآن كما تلاحظين تفاعلهم مع صد حارس بونو حارس المنتخب المغربي لهذه الهجمة من قبل منتخب البرتغال. بالتالي مشاعر جياشة وكبيرة من قبل العراقيين تجاه منتخب المغرب، وتفاعل كبير وأمنيات كبيرة بأن تستمر أداء المنتخب المغربي بهذا الشكل المشرف وهذا الأداء البطولي الذي يقارع فيه كبار المنتخبات في كأس العالم، والذي تمكن من الفوز على بلجيكا وإسبانيا، والآن هو قريب جدا من هزيمة أيضا المنتخب البرتغالي في هذه المباراة إذا ما استمر هذا الأداء البطولي طبعا من قبل المنتخب المغربي. سأتركك لتتابع المباراة ما تبقى من هذه المباراة والدقائق المشوقة. أنتقل إليك محمد نشأت في القاهرة. محمد، كيف هي الأجواء لديك؟ نعم يارا، الادرينالين يعني يرتفع بشكل كبير. لحظات من الترقب هي لحظات تاريخية لا ندري إن كنا سنشهدها كمنتخبات عربية أو كشعب عربي. اللحظات هو تاريخ يكتب الآن ويسجل يعني أقل من 8 دقائق فقط، ويعني سينطلق الحلم العربي، حلم التأهل إلى نصف نهائي. يعني أحدثك الآن وكأني لست مراسلا من القاهرة، كأني مراسلا من الرباط أو كازابلانكا أو أي مدينة
يعني يلتقم الأعلام المغربية والهتافات المغربية، حتى الجالية المغربية التي تجلس الآن لتشاهد المباراة في لحظات نادرة لم نشاهدها يعني كمشاهدين أو كدول عربية. لأول مرة نشاهد منتخب عربي في مثل هذه الأدوار، ويعني أقل من 5 دقائق ونصل إلى الحلم إلى نصف نهائي البطولة. وترقب الجميع، يجلس جميع الجاليات العربية تقف ويعني تهتف النشيد الوطني المغربي، ولحظات من الحماسة والترقب والسعادة، والكل ينتظر يعني إن شاء الله أقل من 5 دقائق والكل يعني سيرقص فرحا، ويعني ستنتصر المغرب وتعبر إلى دور نصف النهائي في لحظات تاريخية وحماسة. الكل لا يستطيع أن يسيطر على أعصابه، لكن إن شاء الله سيستطيع المنتخب المغربي من العبور وتحقيق الحلم إن شاء الله. طيب أنتقل إلى إكرام في الرباط. إكرام، كيف هي الأجواء لديك؟ ما هي التوقعات؟ بالتأكيد اليوم العاطفة تغلب على أي شيء، بالتأكيد الشعب المغربي كله لا يتوقع سوى الفوز لمنتخبه. يارا، يعني لا يمكن أن أصف الأجواء هنا في العاصمة المغربية الرباط، يعني أجواء حماسية جدا، أعصاب مشدودة، الأندريالين يعني مرتفع والكورتيزول مرتفع، يعني المشاعر جياشة، الكل يشجع، الكل يهتف بسير سير، وهي الكلمة التي يفضلها وليد الركراكي. هناك يوجد هنا أيضا الأمهات اللواتي يتضرعن إلى الله عز وجل بالدعاء للفريق الوطني، ومعي أيضا أصغر مشجع يوجد معنا هنا في هذا المقهى، وهو مولاي يوسف، يعني عمره 5 أشهر، يعني هو أيضا يشجع فريق المنتخب الوطني. يعني قبل قليل كان يريد أن ينام، وهو حاليا يعني يساند أيضا الفريق الوطني. الأجواء مشحونة جدا، ويمكن نسألوا الأب ديالو شنو التوقعات ديالكم؟ ان شاء الله الهدف الثاني قادم 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله فوز مغربي بحضور اصغر مشجع ان شاء الله مولاي يوسف ان شاء الله يا ربي من بداياته. ان شاء الله يمكن يكون نسمع يعني فرحة الجمهور المغربي والجمهور العربي. لاحظنا جميع الشعوب العربية اليوم هي قلب واحد مع منتخب مغربي، والمنتخب المغربي يمثل المنتخبات العربية. أيضا هناك السيدة معي أيضا تحاول توجه رسالة أيضا إلى الفريق الوطني. شنو تقدر تقول لنا؟ يا ربي يعاونهم وينصرهم، تنطلبوا الله ان شاء الله يكون كأس العالم للمغرب ويكون لنا عيد وطني يا ربي العالمين. مصباح كنشوف كتدعي مقبله وانا تندعي وتنسجد لله ان شاء الله يكون كأس العالم من نصيب المغرب، يا ربي يكون لنا عيد وطني يا ربي ان شاء الله. طبعا هناك العديد من الجماهير تحبس دموعها يعني الدقائق، نحن على الدقائق الاخيره للمباراه، وكما قلت الاعصاب مشدوده، هناك عواطف تغلب على الجميع، والكل يهتف ان شاء الله باذن الله ديما مغرب يفوز المنتخب المغربي ويكون جميع اللاعبين وياسين بونو. نعم، ويكون الكأس إكرام أيضا الكأس عربي مغربي. أنتقل إلى ولما لا إن شاء الله أنتقل إلى عجمان. عبد الله، ماذا لديك؟ نعم، بكل تأكيد هي مشاعر فرح لغاية الآن، وبانتظار انتهاء الدقائق الأخيرة من مباراة المغرب والبرتغال. الآلاف هنا في منطقة المشجعين المفتوحة في إمارة عجمان، هي منطقة كباقي المناطق التي أنشأتها دولة الإمارات ليكون المشجعين حاضرين للمباريات التي تقام خلال كأس العالم. الجميع يترقب نهاية هذه المباراة بفوز المنتخب المغربي. بالتأكيد هناك الكثير من الجالية المغربية المتواجدة هنا الآن، إلى جانبهم يتواجد إخوتهم العرب أيضا ينتظرون فوز المغرب ليكون أو ليسجل إنجاز تاريخي جديد للمغرب بعد الإنجاز الذي حققه بالتأهل إلى هذا الدور.
وتأهل آخر بإنجاز تاريخي للمنتخب المغربي. الآلاف كما ذكرت هنا، الكل يترقب، الكل على أعصابه ينتظر هدف ثاني وأيضا أو صافرة نهاية هذه